السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنبارك للأستاذ أمير مرتضى على صفقاته، سواء لعيبة أو مدير فني، وحسبي الله ونعم الوكيل. شغل السمسرة اللي احنا مش هنخلص منه في النادي، شوية لعيبة عواجيز، لعيبة ما عندهاش دم، لعيبة ربنا ربنا ما يباركش في الفلوس اللي هم بياخدوها. ربنا مش هيبارك في جنيه من الفلوس اللي هم بياخدوها، لما يبقى شوية المعاتيه اللي في الملعب اللي عاملين زي ما يكون شاربين مخدرات، بياخدوا بالملايين بالملايين في الغلا اللي احنا فيه، يعني التعب اللي احنا فيه، اللي بنتعبه في حياتنا. هم بياخدوا بالملايين وبيسموا اللي هم بياخدوه ده، يقول لك ده رزقي. طب ما تسعى على رزقك زي ما احنا بنسعى على رزقنا بالحلال. ما تسعى على رزقك بالحلال طالما ده باب رزقك الوحيد اللي انت بتلعب بيه كوره. بتلعب كوره، هو باب رزقك الوحيد لعب الكوره. فين اللي احنا اتفرجناه النهارده من لعب الكوره؟ كان مصطفى شلبي، النيله اللي في نص الملعب اللي اسمه دونجا. انا مش عارف، احنا كنا بنقارنك بطارق حامد؟ اقسم بالله العظيم الستارز اللي طارق حامد بيلبسوا ب10 زيك. لا عارف تقطع، ولا عارف تباصي، ولا عارف تنجح في اي التحام، ولا عارف تعمل زياده مع الهجوم، ولا تعمل زياده مع الدفاع، ولا عارف انت بتلعب ايه في نص الملعب. يعني اللي كان بيتفرج في بدايه المباراه، انا حاسس ان الزمالك كان بينزل بيلعب على التعادل. يعني لو التعادل هيصعدني. مش كنتم ملاحظين محمد صبحي بيلعب الكوره بارتياحيه في الجون، وبيثبت الكوره ويرجع براحته ويجي يشوط براحته؟ يا جماعه احنا كنا حاسبين الحسبه غلط. يعني هو كان تعادل الزمالك النهارده يأهله ولا كان ايه؟ هو ده منظر فريق عايز يصعد؟ ما احنا يعني معلش في الكلمه، احنا لو كنا صعدنا كنا هنشيل طين برضه. يعني لو كنا احنا نجحنا مثلا في الفوز النهارده، واحد من مجلس الاداره المعاتيه بيقول لك احنا لو الزمالك عدى ماتش بلوزداد هياخدوا البطوله. يعني ياخدوا البطوله ايه يا عم؟ انتوا نايمين. اذا كان احنا ما عرفناش نفوز على انبي. انت عارف انت مغلوب كام ماتش في الدوري؟ يعني الموسم السنه دي صفر. دوري بالسلامه، افريقيا بالسلامتين، ولسه كاس الرابطه. رابطه ايه ولا بتاع ايه؟ رابطه ايه؟ هي دي لعيبه تنافس على بطوله؟ هو امير بيل اللي ماسك ملف الصفقات دي لعيبه يدفع فيها فلوس؟ يا جماعه حد رد، بالله عليكم بالله عليكم. دي لعيبه يدفع فيها فلوس؟ واحد زي مصطفى شلبي، واحد زي عمر جابر، واحد زي دونجا، ابراهيم انداي اللي فضل يتعالج بتاع 3 4 شهور، سامسون اللي مش المدرب مش معتمد عليه. هو العيب في المدرب ولا العيب في اللعيبه ولا العيب فينا احنا كمشجعين؟ يمكن تشجيعنا غلط. يعني يمكن احنا بنشجع غلط، الناس دي صح واحنا اللي غلط. هو في ايه يعني بجد في ايه؟ اشمعنى احنا كجمهور بيحصل معانا كده؟ والله العظيم حرام. والله حرام. يعني انا بدات، يعني بدات الافكار تراودني كده، ان ممدوح عباس شاري الناس دي كلها عشان ما تلعبش مثلا. يعني عشان النادي يطلع بمنظر وحش، ومرتضى يطلع مثلا خلاص فاشل في ملف الكوره والموسم بتاعه صفر وخلاص هو فاشل اداريا. ولا مين اللي غلط؟ حد رد علينا، مين اللي غلط؟ لما اكون الفرصه الوحيده ان انا اكسب الماتش ده، نزل الماتش بالسلبيه اللي انتوا شفتوها دي. ده منظر فريق عايز يكسب؟ انا بصراحه انا مبسوط لشباب بلوزداد.
والله العظيم مبسوط، محدش يزعل مني. انا مش هشجع العيال دي، انا بشجع كان اسمه الزمالك، لكن ما ينفعش ان انا اشجع المناظر اللي انا شايفها في الملعب دي. اقسم بالله حرام. احنا بنضحك على نفسنا ونفضل نقول يعني لو كسبوا ماتش نطلع نشكر فيهم. ماتش إيه؟ انت كسبت ماتش ايه؟ ماتش اللي انت كسبته سموحه؟ انت كسبت من بعد سموحه. ماتش الترجي اللي فات. طب انت النهارده نازل حسام عبد المجيد والونش ومحمد عبد الغني ليه؟ وامال المسلوسه كان فين؟ فين المسلوس؟ تشكيل زي الزفت، ومدرب زي الزفت، مدرب خرف، وحاجه يعني استغفر الله العظيم يا رب. ما عادش في امل في الناس دي. بجد الواحد تعب. انا والله العظيم دم محروق اصلا يعني. انا كنت يعني مش عايز البخ في الكلام ولا عايز اشتم، لان انا لو شتمت هشتم مجلس الاداره كله تما. شغل السمسره اللي بيطلع من ورا اللعيب، ما هي العقود اللي طلعت دي اكيد صحيحه، اكيد الارقام اللي فيها صحيحه. يا جماعه حرام، حرام الناس دي تكون بتاخد الفلوس دي وادائها ده في الملعب. حرام. يعني القضيه اللي ممدوح عباس رافعها علشان خاطر يشوف يحاسب مجلس الاداره على اهدار المال العام الصفقات دي، والله العظيم انا معاه. عشان نشوف الحشاش ده بيودي الفلوس فين. ما هو مالوش وظيفه، يعني هو كان في الشرطه واترفد، يعني شغله الشاغل هو زي الزمالك، ما لازم يطلع بمصلحه. ما هقول لمجلس الاداره ما باخدش فلوس شغال لله؟ لا، لازم الباشا يطلع بمصلحه. ما هو لازم يكون مستفاد. الصفقات اللي جت في عهده دي كلها وزي الزفت اداها في الملعب زي ما احنا شايفين، لازم يكون مستفاد من وراه. ما مصطفى شلبي ده بياخد 71 مليون. ما اكيد العقد بتاعه مثلا في 23 وفي باقي لامير افندي وباقي للوكيل وباقي اللي مش عارف للنادي وباقي. ما هو شغل بيتلعب على شغل بيتلعب علينا احنا. العقد الصحيح اللي بيطلع لنا ان اللاعب ده بياخد كذا، انما الباقي اللي مكتوب في العقد اصلا اللي هم بياخدوه من تحت الترابيزه احنا مش عارفينه. يقول لك امير نجح ان هو يتعاقد مع اللاعب ب 15 مليون. والله العظيم، والله العظيم لعيبه الزمالك فلوسها ما تعدي ال 10 مليون. يمكن كابتن وليد صلاح الدين قال كلمه، قال يعني اللعيبه لازم تتقيم ماديا كويس. لو قيمنا لعيبه الزمالك المحليه اللي جايه من الصفقات اللي بره، والله العظيم ما يعدي 10 مليون بجد. في لعيبه في الاهلي والزمالك ما يعديش 10 مليون، يعني يمكن 5 6 7. ما اصل انا معلش في الكلمه، انا رايح اجيب لاعب من انبي ادفع فيه 23 مليون ليه؟ ما هو اللاعب لازم يجي بي يعني ايه، بشروط معينه. ايه هي الشروط؟ يعني هل انت لاعب منتخب، لاعب دولي عشان ادفع فيك المبلغ ده كله؟ حصلت على بطولات؟ يعني مثلا لاعب في ظهر بمستوى فذ في الدوري ان انت يدفع فيك المبلغ ده؟ لكن انا راح ارمي فلوس في الهواء؟ ما هي الانديه اللي تحت بتضحك على الاهلي والزمالك. حته وكيل شاطر يطلع يقول لك ده الاهلي كلمه، الزمالك كلمه، يدخل الفريقين في بعض وهو في الاخر هو الكسبان. ما هتصب في صالحه هو واللاعب. لما لاعب زي ده عامل زي ما يكون زي العجوز في الملعب، 23 مليون ولا ما اعرفش ايه، والعقد اللي مكتوب في العقد 71 مليون في 3 سنين ولا ما اعرفش في كام. الناس دي لازم تتحاسب على الكلام ده. اقسم بالله العظيم الناس دي لازم تتحاسب. اللي اسمه امير ده واللعيبه دي لازم يتخصم منها فلوس. انت بتلعب، انا مديك فلوس عشان تلعب، مش مديك فلوس عشان تنزل مكسل في الملعب ومحسسني بالاحباط وانا بتفرج عليك. بالله عليك اللي هيتفرج على الفيديو يعني علق وقول رايك في اللي انا قلته. قول رايك ان اللعيبه دي تسوى فعلا الفلوس دي، تسوى الفلوس اللي اتدفعت فيها ولا ما تسواش. انا حلفتك بالله، علق وقول رايك. انا مش هزعل، ولو كلامي غلط رد عليا وانا مش هزعل.
لكن الواحد يعني بيتكلم من الحرقه اللي هو فيها. 3 سنين على التلاوه مش عارفين نصعد من دوري المجموعات. يعني بقى منظرنا اصلا صفر. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.